بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تمر الأمة الإسلامية اليوم بنهاية العشر الأواخر من الشهر الحرام ذو القعدة، والذي يعقبه أيضا الشهر الحرام ذو الحجة. الأشهر الحرم منذ خلق البشرية تعلمنا قيمة مهمة، والتي هي حرمة سفك الدماء بغير حق. وهذه القيمة من أعظم القيم في هذه الحياة الدنيا، لأن حفظ حياة واحدة يعني حفظ حياة الإنسانية جمعاء، لأن هدم الكعبة حجرا حجرا أهون من قتل نفس مؤمنة. هكذا يعلمنا القرآن والسنة النبوية الشريفة لنبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم. نحن مسلمو أوكرانيا التتار القرميون منذ عام 2014 أصبحنا ضحايا هذه الحرب التي تقودها اليوم روسيا بطرق وحشية. نحن الشعب الأصلي للقرم طردنا من أرضنا وبيوتنا، أما الذين بقوا يعيشون تحت الاحتلال خلال هذه السنوات العشر يتعرضون للعنف والتعذيب والسجن، ويختطفون ويقتلون، وأطفالهم في روضات الأطفال والمدارس يجبرون على غناء النشيد الروسي والاستعراض بالزي العسكري الروسي، ثم يتم تجنيدهم في الجيش الروسي كوقود لهذه الحرب الوحشية. مئات الآلاف من المسلمين في القرم لا يعيشون في سلام، بل يعيشون في حرب. بعد احتلال القرم استمرت الحرب بالغزو الروسي لمناطق شرق أوكرانيا في مناطق دونيتسك ولوغانسك. هذه المناطق رغم صغرها النسبي كانت ولا تزال مراكز هامة للجاليات الإسلامية، والتي أجبرت أيضا على ترك منازلها وتتعرض للعنف والتعذيب والقتل يوميا. منذ فبراير 2022 أصبح مئات الآلاف من الناس ضحايا الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. تتضرر الناس من جميع الأعمار والجنسيات والمعتقدات تحت القصف، تتدمر المساجد والكنائس. يوميا تطلق سفرات الإنذار الجوية في المدن الأوكرانية، والتي تحذر من ضربات الصواريخ والمسيرات الإيرانية على البنية التحتية المدنية، مما يؤدي طبعا إلى قتل الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء والعجائز. الناس يفقدون منازلهم، ازداد أعداد الناس الذين يعيشون تحت الاحتلال. بلا شك العدوان الروسي ضد أوكرانيا ليس الحرب الوحيدة أو التهديد الوحيد للبشرية اليوم، لكن هذه الحرب من أخطر العواقب تدميرا للعالم بأسره، لأنها تتعلق بمحطة الطاقات النووية التي تقع في مركز الحركات الإعدائية الروسية الحربية، لأن هي عبارة عن إمكانية بدء حرب نووية في العالم اليوم، وخطر الإشعاع على العالم بأسره، وأزمة الغذاء في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. لذا فإن السلام العادل والدائم في أوكرانيا أمر بالغ الأهمية للبشرية جمعاء. ندعوكم لسماع أصواتنا، أصوات الناس الذين يبقون في أوكرانيا اليوم، والاستماع بقلوبكم وعقولكم لنا، المجتمع المسلم المليوني في أوكرانيا، وترك وسائل الإعلام الروسية التي تستخدم كأداة التلاعب. الآن بالضبط آلاف الكيلومترات من الأراضي الأوكرانية وليست الروسية تحترق تحت النار. تقترب قمة السلام التي بادرت بها أوكرانيا، والتي ستعقد في سويسرا في 15 و 16 يونيو هذا العام. نعم، هذا التاريخ يطابق يوم وقوف الحجاج في وادي عرفة. نعم، يوم العيد المبارك لنا جميعا، عيد الأضحى. وربما هذا ليس موعدا مناسبا لمثل هذا المؤتمر، مهم غاية الأهمية، ولكن هناك معنى عميق في ذلك، لأن المؤمنون من جميع أنحاء العالم في هذه الأيام في الوادي المقدس سيدعون الله رافعين أيديهم بالسلام والعدل.
يكمن هذا المعنى أيضا في أن الألم والمعاناة للناس الذين ينزفون دما يجب أن تتوقف من خلال تحقيق فهم طريق السلام في هذه الأيام بالذات، حتى نتوقف عن التضحية بعضنا بالبعض ونجد طرقا لتحقيق السلام العادل في هذه الأيام بالذات. لذلك نوجه نداءنا إلى من ابتلاهم الله تعالى بالسلطة في هذه الحياة الدنيا، وأدعو حكومات الدول الإسلامية مقسما بالله لدعم جهود أوكرانيا لإقامة سلام شامل وعادل ومستدام. الطريق إلى هذا السلام يعتمد أيضا على قراراتكم. نسأل الله العلي القدير أن يثبت أقدامنا عندما نقف جميعا أمامه خالق كل شيء، ولا يكون اليوم حكم إلا حكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.